السلام عليكم، اهلا بيك في انسايد ذا بوكس. والاخبار اللي معانا النهارده انسايد ذا بوكس، رحيل بيرسي تاو ويوسف ايمن بشكل رسمي، وخد من عندي كريم ندفد وكهربا معاك. اكرم توفيق باقي في الاهلي بنسبه 95%. تجديد الثقه في مارسيل كولر، والحساب هيكون اخر الموسم. بيراميدز بيقلب الطاوله على الترجي في 5 دقائق. احتماليه بقاء احمد القندوسي في النادي الاهلي. مؤكد وان مصر كلها عارفاه ان بيرسي تاو خلاص انهى رحلته في النادي الاهلي بعد مشوار حافل بالبطولات، وما ننكرش ان بيرسي تاو كان جزء كبير جدا من البطولات اللي حققها في الاهلي خلال فتره لعبه في الفريق. طبقا لصحيفه العربي القطري، في مفاوضات ماشيه دلوقتي بين بيرسي تاو ونادي قطر القطري، يمكن تكون صفقه هتفيد الطرفين. بيرسي تاو يطلع ويعيد اكتشاف نفسه من تاني، قطر القطري يقدر ان هو يستفاد من جناح ايمن متميز جدا. من ضمن الراحلين واللي بشكل مؤكد عن الفريق هو يوسف ايمن. يوسف ايمن لحد دلوقتي هو لعب مباراه واحده بس مع النادي الاهلي، وفشل ان هو يقنع المدير الفني، وبصراحه يقنعنا احنا كجماهير برضو ان هو صفقه تقيله في الدفاع. وانا من عندي خد معاك كريم ندفد وكهربا عشان نقدر نجيب ناس تانية عندها طموحات اكبر من كده. في جلسه جمعت بين الكابتن محمد رمضان واكرم توفيق علشان يتفقوا على الخطوط العريضه لتجديد اكرم مع الاهلي، ولسه في جلسه كمان هتجمعهم مع بعض علشان يناقشوا فيها كل التفاصيل. ولكن في رغبه مشتركه ما بين النادي بالاحتفاظ باللعيب، وفي رغبه من اكرم توفيق ان هو يكمل مع نادي الاهلي علشان يقفل اكرم توفيق كل التكهنات اللي كانت بتقول ان هو هيروح الشمال القطري. هو فعلا كان في رغبه من الشمال القطري بالتعاقد مع اللاعب، ولكن رغبه اللاعب الاولى هي البقاء في النادي الاهلي. وبصراحه لو جيت فكرت فيها مع كل الاحترام للنادي الشمال القطري، النادي الاهلي في حته ثانيه خالص. مجلس اداره النادي الاهلي قرر ان هو يجدد الثقه في كولر رغم الاداء السيء والنتائج اللي يعني حدث ولا حرج. وقلب النصر الحساب هيكون اخر الموسم، والنادي الاهلي اخذ القرار ده بناء على تاريخ كولر اللي عمله مع النادي الاهلي في اخر سنتين. يعني من الاخر الراجل ليه رصيد عندنا، فاحنا لازم نتعامل مع الامر الواقع. خلاص يا جماعه، هو مارسيل كولر هيكون المدير الفني بتاعنا لحد كاس العالم ان لم يحدث جديد. وجديد هنا انا بقول لا قدر الله خروج من البطوله او هزيمه تقيله. وزي ما قلت لك قبل كده ان مارسيل كولر بيفكر جديا ان هو يتقاعد عن تدريب كره القدم بعد كاس العالم. ويمكن انا حاسس سبحان الله ان موضوع تجديد الثقه في كولر ممكن يحسن من نفسيه كولر شويه، لان انا كنت سامع ان مارسيل كولر مش مركز مع الفريق علشان الاخبار اللي بتتداول كل يوم ان كولر ماشي كولر قاعد كولر ماشي كولر قاعد. فدلوقتي الاداره قعدت معاه وقالت له ما تقلقش خالص، انت قاعد معانا لحد كاس العالم او لحد نهايه الموسم. يمكن ده ممكن يديله شعور بالارتياح شويه ان هو يشتغل بدماغ رايقه. نادي بيراميدز وفي ماتش متواضع الى حد ما من جانب الفريق المصري، وضغط وفرص ضايعه من نادي الترجي بعد ما الترجي كان كسبان 1-0 لحد الدقيقه 90، قدر الجوهره مصطفى فتحي ان هو يقلب الماتش ابسايد داون او راسا على عقب. مصطفى فتحي واحد من اهم اللعيبه اللي انجبتهم الكره المصريه، ده من وجهه نظري. صراحه واحد انا عيني كانت عليه من زمان جدا ايام ما كان في الزمالك، نفسي يلعب في النادي الاهلي. مصطفى فتحي جاب جون التعادل في الدقيقه 90، واضاف العالمي ابراهيم عادل بجون ولا اروع، بجون انا حاسس ان هو هينافس على افضل هدف في البطوله السنه دي. مقصيه رائعه في الجون من العالمي ابراهيم عادل. خساره ابراهيم عادل لازم يروح ختافي في اقرب وقت. تردد انباء بقوه من داخل النادي الاهلي عن فكره الابقاء على احمد القندوسي، واحتمال كبير يعملوا جلسه يجمعوا ما بين القندوسي وامير توفيق عشان يلطفوا الاجواء شويه، مع تقديم اللاعب باعتذار للجماهير النادي الاهلي والاداره عن تصريحاته اللي كانت لوشت منه شويه. وده في ظل احتياج النادي الاهلي لصفقات. يعني احنا فعلا محتاجين ناس، واحمد القندوسي بالمستوى المتميز اللي ظهر بيه مع نادي سيراميكا في الدوري خلى الجماهير كلها بتقول we want قندوسي باك، احنا عايزين القندوسي يرجع. فبتهيألي في رغبه مشتركه ما بين الجماهير وما بين اللاعب ان هو يرجع النادي الاهلي تاني. باقي بس التفاصيل البسيطه. وانا واحد نفسي بصراحه قندوسي يفضل في الاهلي، هيكون اضافه كبيره جدا لنص الملعب. احنا محتاجين ناس زي قندوسي بشرط ان كولر يلعبه، وان شاء الله ربنا يهديه ويلعب. بس كده، دي كل حاجه كانت معانا النهارده. اشوفك الفيديو الجاي. بيس يا مان.